زمان كنا بنسمع من أجدادنا جملة كل تأخيرة وفيها خيرة. هل عمرك بقى شفتها على أرض الواقع؟ أوقات كتير بتكون ماشي صح وبتعمل اللي عليك، بس ربنا مخليك مش باين قوي للناس. مش معناها إنك فاشل، مش معناها إنك مش كويس، بالعكس يمكن ربنا بيكون بيمهد لك وبيجهزك للحظة الصح، اللحظة اللي تستاهلها بجد، واللحظة اللي هتنور فيها ويبان تعبك ومجهودك. شوف كل الناس حوالينا دلوقتي نفسها تظهر، عايزين يعملوا شو، بس قليل قوي اللي بيقف مع نفسه وبيسأل: هل أنا أصلا جاهز إن أنا أظهر؟ هل أنا أصلا مستعد؟ إيه اللي عندي إن أنا أقدمه للناس؟ صدقني مش كل شهرة بتكون علامة نجاح، ومش كل سكون بيكون معناه فشل. تعالى نتكلم بصراحة شوية. في زمن السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيه ده، كل واحد فينا بقى عنده هوس إنه يظهر. أي خطوة بنعملها، أي حاجة بننجزها، حتى لو تفاصيل بسيطة، لازم نصورها ونرفعها على الستوري أو بوست عشان الناس تشوفها وتعمل لايكات. بس الإنجاز في الموضوع ده فين؟ الإنجاز الفعلي مش في الصورة اللي بتنزلها ولا عدد اللايكات اللي بتجيلك. الإنجاز الحقيقي هو النجاح الحقيقي اللي بيكون في المنطقة اللي محدش شايفك فيها، في الكواليس بتاعتك والمشاعر اللي عشتها خلال اللحظة دي. النجاح بيبدأ من اللحظة اللي بتقوم فيها من سريرك كل يوم الصبح وانت مش فاضي تشرح للناس انت بتعمل ايه، بس قافل على نفسك وبتبذل أقصى مجهود عشان توصل لهدفك. زي الطالب اللي بيقضي ساعات طويلة يذاكر في هدوء، مش عشان يوري أصحابه إنه شاطر، لكن عشان هو عارف كويس عاوز يوصل لإيه في حياته. أو زي الرياضي اللي بيتمرن في الجيم كل يوم، مش علشان ينزل صور وفيديوهات، لكن علشان بيحسن صحته وقوته. في ناس بتظهر كل يوم على السوشيال ميديا بس عمرها ما بتتحرك خطوة لقدام في حياتها الحقيقية. وفي المقابل في ناس كتير محدش يعرفهم ولا يعرف عنهم حاجة، بس كل يوم بيتقدموا خطوات وبيحققوا نفسهم في صمت. يمكن بيكونوا شغالين على مشروع سري محدش يعرف عنه حاجة، أو بيتعلموا مهارة جديدة، أو حتى بيشتغلوا على تطوير نفسهم وشخصيتهم. المهم إنهم بيعملوا ده علشان نفسهم مش علشان حد تاني. ما تستناش تسقيف الناس علشان تكمل طريقك، لأن التسقيف في عمره ما كان صنع إنسان ناجح. اللي بيصنع الإنسان الناجح هو التعب، والوقت اللي بيستثمره، والإصرار اللي جواه. التسقيف ممكن يكون حافز مؤقت، لكن مش هو الوقود اللي هيخليه يستمر. الوقود الحقيقي بيجي من جواك، الوقود الحقيقي بيجي من إيمانك باللي أنت بتعمله ورغبتك في الوصول لهدفك. اشتغل في هدوء وسكينة، خليك زي البذرة الصغيرة اللي محدش شايفها وهي تحت الأرض، بس لما بتطلع الدنيا كلها بتشوفها خضرة وجميلة. البذرة دي بتواجه صعوبات كتير تحت الأرض، وبتحارب عشان تلاقي طريقها للنور، بتتحمل ظروف صعبة، ولكن بيحصل كل ده في صمت تام. ولما بتظهر بتكون قوية وثابتة ومحدش يقدر ينكر جمالها وقوتها. افتكر دايما إن كل إنسان ليه وقته المناسب. ممكن غيرك يكون ظهر بدري واتشهر بسرعة، بس أنت هتظهر في وقتك، وده هيكون لما تكون جاهز فعلا ومستعد للنجاح. ما تقارنش نفسك بغيرك عشان ما تحبطش وتفقد للأمل، لكن الحقيقة إن كل واحد فينا رحلته الخاصة وتوقيته المثالي اللي هيجيله لوحده. ركز على رحلتك أنت وعلى تجهيزك لنفسك للحظة اللي أنت هتستحقها. ما تنساش أبدا إن الناس بتفتكر البداية لما بتشوف النتيجة النهائية، لكن مفيش نتيجة بتيجي من غير بدايات صعبة ومؤلمة، ومفيش نجاح بيتحقق من غير تعب ومجهود وصبر. كل قصة نجاح عظيمة وراها ليالي طويلة من السهر ومحاولات فاشلة ولحظات يأس، لكن الإصرار هو اللي بيصنع الفرق في النهاية. حتى لو دلوقتي أنت مش باين للناس، ما تيأسش وما تحبطش. اشتغل على نفسك، مش علشان الناس تشوفك وتمدحك. الشغل اللي بتعمله علشان نفسك هو اللي بيبني شخصيتك وقدراتك وبيخليك تستمر في الرحلة، مش علشان توصل لهدفك بس. لما تيجي لحظة ظهورك، محدش هيقدر يقول إنك وصلت بالصدفة أو بالحظ. كل هيتحس إنك كنت شغال من بدري وبتتعب عشان توصل للحظة دي. هيشوفوا النتيجة المبهرة اللي أنت وصلت لها، وهيعرفوا إنها ما جاتش من فراغ، جت نتيجة جهد وتفاني وإخلاص. وده اللي بيدي النجاح طعم. كل حاجة ليها وقتها، الرزق بيجي في ميعاده المقدر. ثق في تدابير ربنا واستمر في سعيك واجتهادك. كمل في صمت، اشتغل بضمير وإخلاص. النور اللي جواك هو اللي هيخلي الناس تشوفك في الآخر. النور ده هو شغفك، هو إيمانك بنفسك، هو التزامك بأهدافك، هو اللي هيشع منك ويخليك مميز. عايزك تجاوب معايا عن الأسئلة اللي جاية دي بصراحة، ومستني إجاباتكم في الكومنتات. هل أنت تحب تكون من الناس اللي بتظهر بسرعة وبتختفي بسرعة، ولا من الناس اللي بتبني نفسها واحدة واحدة لحد ما نجاحها يخلي الناس تلاحظها وتقدرها؟ ولو ربنا أخرك شوية، هل عندك الصبر والقوة إنك تكمل وتستنى لحظة ظهورك اللي تستاهلها بجد؟ خليك واثق إنها إن شاء الله هتيجي.